السلام عليكم عزيزاتي طالبات الصف السادس الأساسي. معاكم معلمة العلوم نورهان الجمل. طبعا تحدثنا وبدأنا في الحصة السابقة عن أثر الكائنات الحية الدقيقة في الحياة، وتحدثنا عن أثر كل من الفيروسات والبكتيريا. اليوم إن شاء الله سنتحدث عن الجزء الأول من أثر الطلائعيات في الحياة، وسنتناول اليوم بالتحديد اللي هي القسم الأول من أقسام الطلائعيات وهي أثر الأوليات. بداية لدينا هنا في الصندوقان بعض المعلومات عن الأوليات، نقرأها سويا ونشرح ونستفيد من المعلومات التي في هذه الصناديق. يقول لنا يوجد في البيئة أكثر من 30 نوع من الأوليات. إذا البيئة بشكل عام فيها أنواع عديدة من الأوليات. أين تنتشر؟ يعني وين أماكن وجودها؟ ممتاز، في الأماكن الرطبة مثل مياه البحار أو المياه العذبة، إضافة للتربة الرطبة. إذا واحد في الأماكن الرطبة. اثنين تعيش في داخل أجسام الإنسان، جسم الإنسان أو النبات وتسبب له الأمراض. إذا ممكن تكون متواجدة وين؟ في المياه الرطبة وفي المناطق الرطبة زي مياه البحار والمحيطات، وأيضا في جسم الإنسان أو النبات. يقول لنا هنا تسبح بعض الأوليات في مياه البحر وتشكل غذاء للكائنات الحية الأخرى. إذا ممكن ممكن الكائنات البحرية في البحر تتغذى على الأوليات. إذا نلاحظ إنه فيهن فائدة غذاء للكائنات الحية البحرية. وعند موت بعض هذه الأوليات، لما تموت هاي الأوليات بتترسب في قيعان البحار، حيث تدخل بقاياها في تركيب الحجر الجيري. إذا الفائدة الثانية إنها إيش؟ تدخل في تركيب الحجر الجيري. يعني لما تترسب هاي الأوليات وتموت وتترسب في قاع البحار، تدخل في تركيب الحجر الجيري. طيب لنشاهد هذا السؤال. ماذا يقول لنا؟ يقول لنا أين تعيش الأوليات؟ سؤال رقم 1 في الكتاب. ممتاز، تعيش الأوليات في الأماكن الرطبة المختلفة مثل مياه البحار أو المياه العذبة بالإضافة للتربة الرطبة. إذا هي واحد في الأماكن الرطبة. اثنين، كما يعيش بعضها في جسم الإنسان أو النبات وتسبب له الأمراض. طيب يلا مع بعض خلينا نتعرف على بعض الأمراض التي تسببها الأوليات. لدينا مرض الزحار الأميبي، ولدينا أيضا مرض الملاريا. فلنبدأ بمرض الزحار الأميبي. مرض الزحار الأميبي هو مرض يسببه عفوا تعالي بس. مرض الزحار الأميبي هو مرض يسببه نوع من الأميبا تسمى الأنتاميبا هيستوليتيكا. إذا أولا بدنا نعرف إيش هو الأولي أو الكائن الحي الدقيق اللي هو من الأوليات اللي بيسبب هذا المرض، اللي هو نوع من الأميبا اسمه الأنتاميبا. هلأ شو أعراض المرض؟ دائما نحن بنعرف إنه أعراض المرض هي الأعراض اللي بتصاحب الإنسان بتكون نتيجة دخول هذا الكائن الحي الدقيق في جسم الإنسان. أعراض الإسهال، ألم شديد عند التبرز، ضعف عام في الجسم ضعف عام في الجسم. إذا له ثلاثة أعراض. إذا واحد بدنا نعرف اسم المرض اللي هو مرض الزحار الأميبي. اثنين بدنا نعرف إنه مين الطفيل اللي بسببه اللي هو أو مين الأول اللي بسببه اللي هو نوع من الأميبا اسمه الأنتاميبا. هلأ أعراضها، ما هي أعراضها؟ حكينا إسهال، ألم شديد عند التبرز، وضعف عام في الجسم. هلأ كيف ينتقل للإنسان؟ طبعا بنتقل عن طريق الخضروات والفواكه والمياه الملوثة. يعني لما ناكل خضرة وفواكه مش مغسولة بشكل جيد، غير مغسولة بشكل جيد، ممكن إنه ينتقلنا هذا الأولي ليصل إلى الأمعاء الغليظة للإنسان. إذا وين مكان تواجده أو مكان وجوده؟ ليش وين؟ في الأمعاء الغليظة للإنسان. طبعًا أكيد إحنا ليش دخل هذا الكائن أو لمّا يدخل إيش على إيش بيحصل؟ بيحصل على المسكن.
يعني على المأوى بيلاقي مكان يوجد فيه وبتطفّل على الإنسان فبيحصل على الغذاء. إذًا هاي بالنسبة لمرض الزُحار الأميبي. 2 عندنا حكينا مرض الملاريا. مرض يسببه نوع من الأوليات يسمى البلازموديوم. إذا مين اللي بيسببها؟ البلازموديوم. شو أعراض هذا المرض؟ ما هي أعراضه؟ شعور المصاب بالبرد والصداع. إذا في عنا شعور بالبرد. 2 الصداع، ارتفاع درجة الحرارة، التعرق بغزارة وفقر الدم. إذا في له أعراض كثيرة اللي هي شعور المصاب بالبرد، الصداع اللي هي بنعرف إنه ألم الرأس، ارتفاع درجة الحرارة والتعرق بغزارة وفقر الدم. هلأ كيف هذا المرض ينتقل إلى دم الإنسان؟ عن طريق أنثى بعوضة الأنوفيلس. إذا هاي أنثى البعوضة لما تلدغ اللي هو إنسان بتنقل له الطفيل الأول اللي هو البلازموديوم، وهذا الطفيل يسبب مرض الملاريا. يوجد لدينا جدول، من خلال هذا الجدول نرد نقارن بين مرض الملاريا ومرض الزحار الأميبي من خلال من حيث: 1 المتسبب، حكينا الملاريا بسببها طفيل البلازموديوم، أما الزحار الأميبي بسببها طفيل الأنتاميبا. أعراض الملاريا: برد، صداع، ارتفاع درجة حرارة الجسم، التعرق بغزارة، فقر الدم. أما بالنسبة للزحار الأميبي أعراضه: إسهال، هي حفظ زي اسمنا بدنا نحفظها، الإسهال، ألم شديد عند التبرز، ضعف عام في الجسم. طريقة الانتقال إلى الإنسان: الملاريا حكينا عن طريق أنثى بعوضة الأنوفيلس، أما الزحار الأميبي عن طريق الخضروات والفواكه والمياه الملوثة الغير مغسولة جيدا، بتكون الخضار والفواكه. هلأ الخلايا اللي بيهاجمها، يعني وين بيستقر هذا الطفيل؟ بالنسبة للملاريا في خلايا الدم في جسم الإنسان، أما خلايا الأمعاء الدقيقة بالنسبة للزحار الأميبي فهي بتهاجم خلايا الأمعاء الدقيقة للإنسان. لننتقل إلى أسئلة الكتاب. يقول لنا السؤال الثالث: معظم الأوليات ضارة. أفسر. ليش ضارة؟ لأنها أكيد إيش بتسبب؟ ممتاز، بتسبب المرض للإنسان وممكن للنبات. إذا لأنها تتطفل على خلايا الكائنات الحية الأخرى وتعتمد عليها في الحصول على غذائها، وبذلك تسبب لها الضرر. إذا إحنا حكينا عن التطفل اللي هو اعتماد الكائنات الحية الدقيقة على كائنات أخرى وتسبب لها اعتماد كائن حي على كائن آخر يسبب له المرض، صح؟ إذا هنا هذه الأوليات تتطفل على خلايا الكائنات الحية وبتعتمد عليها، بتحصل على غذائها منها وبتسبب لها الضرر. السؤال الرابع: ما السبب الذي يدفع الأوليات لمهاجمة أجسام الكائنات الحية والتطفل عليها؟ ليش؟ أكيد دائما التطفل بيكون الهدف من الحصول على المأوى والحصول على الغذاء. إذا تهاجم الأوليات أجسام الكائنات الحية لتأمين مكان مناسب لمعيشتها والحصول على غذائها. 5. اقترح طرقا للوقاية من الأمراض التي تسببها الأوليات. إحنا عشان ما نصاب بهاي الأمراض شو ممكن نعمل؟ ممتاز، الاهتمام بغسل الخضروات والفواكه جيدا قبل تناولها، شرب الماء النظيف، شرب الماء النظيف من مصادر آمنة، أكيد مش لازم نشرب الماء الملوث. 3. القضاء على الحشرات الضارة. 4. عدم اللعب في أماكن غير نظيفة. إذا هاي بعض الطرق اللي ممكن من خلالها الوقاية من الأمراض اللي بتسببها الأوليات. عزيزات الطالبات، ما بدي أطول عليكم، هيك بتكون انتهت حصتنا لليوم. إن شاء الله الحصة القادمة بتكون عن أثر الطحالب في الحياة. بتمنى منكم تحلوا لي الصفحات اللي انحلت بهذه الحصة وترسلوا لي إياها، ويعطيكم ألف عافية.